أشعل تصريح عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية الأسبق وأمين عام حزب العدالة والتنمية جدلاً متجدداً حول موضوع الصحراء الشرقية بين المغرب والجزائر. خلال حديثه في اجتماع داخلي لحزبه، أشار بن كيران إلى أن الصحراء الشرقية، وهي منطقة تقع جنوب غرب الجزائر، تعد تاريخياً جزءاً من المغرب وسكانها مغاربة. جاءت هذه التصريحات في وسط توتر سياسي بين البلدين الجارين. بات حديث بن كيران محوراً لنقاشات سياسية وإعلامية ساخنة، حيث أشار إلى الفترات السابقة للاستعمار الفرنسي في المغرب والجزائر، موضحاً أن فرنسا كانت قد استولت على المناطق المعنية دون موافقة المغرب. وأضاف أن سكان هذه المناطق كانت لديهم صلات وثيقة بالمغرب، وكانوا يطلبون جوازات سفر مغربية. أكد بن كيران أن الجزائر احتفظت بتلك الأراضي بعد استقلالها بناء على قرارات فرنسية، ولم تعد للمغرب برغم الوعد الفرنسي بذلك قبل الاستقلال الجزائري. وذكر في خطابه أن فرحات عباس، الذي شكل أول حكومة جزائرية مؤقتة، رفض إعادة هذه المناطق للمغرب. فتحت تصريحات بن كيران الباب لإمكانية إعادة فتح الملف والدعوة لمناقشات جديدة حوله، مشيراً إلى أن الملك الحسن الثاني سبق وتنازل عن هذه الأراضي، إلا أن هذا القرار لم يعتمد برلمانياً. لا يزال موضوع خلاف مفتوح بين الطرفين. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها هذا السجال بين البلدين حول الصحراء الشرقية، حيث أطلقت بهيجة سيمو مديرة الوثائق الملكية المغربية تصريحات مشابهة في مطلع العام 2023، مؤكدة أن الوثائق التاريخية تدعم الموقف المغربي بالنسبة لكل من الصحراء الغربية والشرقية.